خالد ولا هو انت السامع. عصبت وانا عصبت. لا اخو عزيز. ابو خالد انا اقول لك دقيقه بعطيك ابو عنان بس لما اخلص وجهه نظري. انا اقصد انه نادي عاجز حتى لو كان عندنا 20 مباراه من 150 عندك 3 مليون في السنه، تبي تحقق الدوري قاتل، ندافع 50 مليون 70 مليون ما توقف على مليونين ثلاثه يا ابو خالد. دقيقه الله يرضى عليك بس. هذا فؤاد له تجربه مع الحكم. يا اخي لحظه يا اخي يكمل وجهه نظره يا خالد ارجوك. انا صدرت حط الكاميرا على مطرف ويكمل وجهه نظره. انا كلامي فؤاد. تفضل تفضل ابو دلال تفضل. انا اقصد يا ابو خالد وانا سامع انه استاذ احمد انه النادي اللي بيدفع مثل 50 مليون و40 مليون او 30 مليون و100 مليون ولا لا مثل ما قلت ابو خالد وتكلفه مدربين ما يقف على مليون في استقطاب حكام اجانب. انت تبي الدوري ثمنه غالي ادفع، تبي الدوري ادفع، ما تبغى الدوري لا تطالب. اثنين من هالمنبر طالما ان لجنه التحكيم بهذا الشكل اللي يبغى الدوري للسنه هذه يجيب حكام اجانب يلحق على نفسه. طيب ولا الوضع مزري صراحه. يا ابو دلال ابو دلال اليوم انت نفرض جدلا انت حطوك رئيس لجنه الحكام. نعم. تقبل بامانه تقبل انه يكون الموضوع مفتوح؟ شوف اذا ما عندي تطوير الحكام ان يفتحون لغايه ما ينشي جيل. لا بقول لك اخوي يعني ممكن اقول لهم يا جماعه ساعدوني اتحاد كره القدم. هذه مطاطيه ما لا انا انت ما اعطيت راي اول شيء انا صادق يعني لا انا بقول لك 100%. انت ليش تبغى تجيب حكام اجانب؟ انا اقصد خله مفتوح. لا ليش خله مفتوح؟ اقنعني. يا اخي مثل ما عندك محترفين اجانب الان العلاج الطبيعي ما عندنا علاج. كان عندنا مبارك مطوع وواحد او اثنين في الانديه. المدربين المساعدين كل الحين انا بقول لك اتركنا الحين هذه عارفينها. انا اقول لك بالنسبه للتحكيم المشكله طيب انت وجهه نظر. انا ابغاك ابغى اعرف وجهه نظرك. ليش اجيب حكام اجانب كل الدول؟ لان المستوى التحكيم عندنا فيه هبوط ودخلوا مرحله الشك والمشاكل. انا بقول لك يوم كنت تتحكم انت يا مطرف كانت الناس برضو تشك فيك وكانت ناس تقول مستواك نازل وكنت تحكم. لا تدري ليش ابو خالد؟ لان عندنا لين ما وصلت انك تحلل الان. لا ابو خالد إيه لو قضينا عليك لا تمشي مع الاعلام. لا مو امشي مع الاعلام المأجور. لا المأجور ابو خالد. لا كيف اعلام مأجور؟ يعني في عندنا اعلام هنا يتبع الانديه اذا مطرف اخطا قالوا والله هذا ضدنا ولا اتحداهم يطلعون مطرف اي خطا. انت ما اخطيت يعني وانت تتحكم ما اخطيت. لا تحملوا الاعلام يا جماعه. اخطينا بس شوف اخطينا والخطا وارد. ليش اعطوك فرصه انت؟ دقيقه اعطوك فرصه. احنا نحكم 10 مباريات ابو خالد ما في الا خطا واحد خطأين. الان في كل مباراه 20 خطا موجود في المباريات وكل جوله فيها اخطاء. لا شرط الحكام موجوده في اتحاد كره القدم. مطرف تعرف كيف السبعد يا ابو خالد وانت عارف اقرب واحد تعرف التحكيم. بقول لك سبب استبعاد مطرف القحطاني بسبب الاعلام المأجور. لا مطرف المحسوب على الانديه. نكون صريحين. اذا انت خذيت فرصه في التحكيم السعودي لازم غيرك ياخذ. خذوا طيب لازم غيرك ياخذ. لا تمنح نفسك الفرصه اللي خذيتها وغيرك ما تمنحها الفرصه اللي انت خذيتها. يا ابو خالد انا انهيت قبل اكمل فرصتي ترى يا ابو خالد. انت لو دافعت عن مطرف ليش ما استمر؟ كان يقول والله بالفعل ابو خالد كان حريص على التحكيم. ابو خالد انت ما تعرف شلون مطرف منهم من التحكيم بفعل فاعل. فارجو خلينا ساكتين ابو خالد. لا قل لي وش عندك؟ لا كل الشارع الرياضي يعرف كيف الغي مطرف التحكيم السعودي. من اللي الغاك؟ كل ارجعوا اللقاءات والموسم الاخير اللي فيه. خلونا واقعيين يا ابو احمد. مطرف شطب لم يوجد حكم سعودي شطب بهذا الشكل. ليش شطب؟ بعاز من يعني مسؤولين في الانديه من اعلام ماجور الى درجه لو تقول السلام عليكم قالوا انتم. انا ترى ما ادري انك شطبت. انا ما ادري شطب من لا يوجد لي اسم في سجلات الاتحاد السعودي واجبر انا ما ادري ترى الموضوع هذا. اجبر عمر مهنا اني مشطوب شطب ولن تجد حكم سعودي شطب غيري. ليش شطبت؟ لان الاعلام عندنا انديه. انت الان اعلامي. شوف انت الان اعلامي. عندنا انديه. شوف ابو خالد اقول لك عليك ماجور. عندنا انديه لها نفوذ في اتحاد كره القدم. عندنا انديه لها اعلام مؤجج. انا اقول لك تقدر تقول الاشياء باسمائها اما هذه كلام يعني لا كذا قل بالاسم. الشمس ما تحجب. كل الناس تعرف. لو تسال اي واحد في الشارع الرياضي ما تبي سؤال يا ابو حميد انت بنفسك مقتنع وكل العالم تعرف ليش شطب مطرف القحطاني. لازم يكون لي سند وكل واسطه وكل ظهر قوي. شطب لانه هذا في عندنا انديه مدللات. ما عندك تبي لو تقول يعني لو تخطي اوت كابتن ما عندك اخطاء يعني. انا ما قلت شيء. اقول عندنا لو تخطي اوت قالوا ما كانت اخطائك يعني مؤثره. ما قلت اني ما اخطيت. ما قلت اني ملاك. ممكن يتوقف. لو كل اخطاء دقيقه يا استاذ تفضل دكتور. لو كل حكم اخطا شطب كان من كم يا ابو. لا يا ابو دلال هذا الكلام يناقض كلامك اللي قبل شوي. انت تقول
الحكام عندهم اخطاء والمفروض ان كل العالم حكام اجانب، والان انت تدافع عن نفسك وتقول لو كل حكم شطب. انا برضو لو على خطأ. كل مباراة احط لها حكام اجانب. انا ما سيرت بطولة من فريق الفريق. نفس الشيء. هو ما يقول لك، هو يقول لك انا اخطأت، بس يقول لك العقوبة يعني شطب. اجل انت انا ما حولت بطولة من ليش بطولة. شطبت؟ انا ما حولت بطولة. طيب يا استاذ مطرف ليش شطبت؟ الكل يعرف، الشارع الرياضي يعرف. من اللي من اجد الشارع الرياضي وقال مطلب وين قرار شطبك؟ وين قرار شطبك؟ موجود يا اخي. حلوا مداخله مع عمر هنا. وش اللي يا اخي اطلبوا سجل، اطلبوا اسماء حكام من مكتب رعايه شباب، واذا وجدتوا اسمي في اللائحه. طيب حصل منك شيء ولا ما حصل لما شطبك الشارع الرياضي ولا جهه معينه؟ يا اخي عندنا رئيس الحكام يتبع الشارع الرياضي، ما يقولوا املي عليه انه حتى اسمي مش موجود في سجلات الاتحاد السعودي. ما يعجب ليه ما شطيب؟ يا اخي انت مو من حقه. ايوه هذا السؤال. مو من حقه. ابو دلال واحد مثل في لعبه ولا مثل ذات تجي تشيل اسمه مره لانه ضغوط عليه مطرف. انت سويت شيء في مباراه او شيء في الخرج يعني وخلاك تشطب. انا ما اتذكر بالضبط. انت الان بين لنا ابو حميد وش مثل ما انت الان تطالبني تقول وش انت سويت، وش اخر حدث؟ وش اخر حدث؟ يملون عليك بالجوال وقل لي عادي. اذا ملوا عليك برسالك بالجوال قل لي. طب انا لا لحظه واضحه ما حد انت تقول بالجوال زين. احد منكم شافني ناظرت جوالي ولا فتحت جوالي؟ يبنون عليك بالجوال يا اخي. احد شاف لا حق لله انت تناظر جوالك ابو حميد. والله انت الوحيد اللي تقول تناظر جوالك. تقول لي بالخارج، قول لي خلي كمل اجراءاتك وقول والله انت سويت في الحاجه الفلانيه وانا اقول لك. شطبت بخطاب. يعني انت لما صار شيء في الخرج وضربت ناس وصار في مضاربه وكذا. كلام غير صحيح. شلون غير صحيح؟ يا اخي بامكانك تتصل على مهند شبيكي استدعاني وقال انتم صار في المشكله كذا كذا. رئيس نادي قال والله انت تهجمت علي وضربتني ولم يحصل. يا اخي انا ممكن اي شخص اعلامي يجي يتهمك والله انه احمد العجلان اتهمنا وكذا كذا، وممكن تسال وتقول والله ما حصل او حصل. مش معناته انه اني اتهمك وتصير جزاف وتناولها اعلام. بعد هالحادثه حصل الشطب. نعم. بعد الحادثه. لا هذه حادثه في دوري الخرج قبل ما اشطب بسنتين يا رجل. هذه 2008 2007. اسقاط من القائمه ولا جاك خطاب انك مشطوب؟ اسقاط من قائمه الحكام العاملين في الاتحاد السعودي. ابو دلال انت ابو دلال في عهد لجنه الحكام الرئيسيه، ورفعت له في عهد احمد عيد وكلمته شخصيا وكلمت ابو دلال. ترى موضوع الشطب وكذا حصل. وانت على فكره يعني بعد ما تركت التحكيم قعدت مراقب مباريات ابدا. غير صحيح، غير صحيح. انت في حلقه مع عبد العزيز زكي كنت تقولها. لا يا تقول يا رجل ما دخلت دورة المراقبين وابعدوني. انت كنت تقولها. لم ادخل دوره المراقبين ولم يسمح لي بدخول دوره المراقبين الى الان. طيب ايش الاسباب؟ ايش قالوا؟ والله ما نبغى مطرف قحطاني، يملون عليه لو دخلت مطرف قحطاني ترى بيشيلك ويحافظ على الكرسي حقه. ما جاء خطاب شطب انه الاسباب كذا وكذا وكذا؟ يمنع. جاني خطاب موجود عندي. الدكتور احنا قطعناك يعني. احنا بنناقش ما في نقاش عشان تبغى تنتهي في الاخير بايه؟ احنا بنقول الحكام يعني بالنسبه لنا في السعوديه بالذات يعني زمن طويل وسبب يعني من الخليج حوالينا كلهم ليه تطوروا حكامهم وليه طوروا حكامهم وليه وصلوا احسن منهم. وهل تطوروا فعلا؟ ترى يعني ما نتابع الدوري القطري والاماراتي. لا الحكم يعني القطري الان والاماراتي منافس احسن منه. يا دكتور بدل الدوري القطري ما عليه ضغوط هذا كلام اللي في الفاصل هذا الحين يجيني يقول لي القطري لا القطري عنده دوري والاماراتي عنده في جمهور عندهم. يا اخي الحين انا بقول لك هذا المشكله. جمهور عنده دوري ومعترف وفي العادة تقول لي يعني انت الدوري الوحيد اللي في العالم. طب ما انا قاعد اطالب يا دكتور. انا بعزز كلامك. انا بطالب بالتحكيم. طيب يا حبيبي انا ما طالب بالتحكيم الاجنبي. الله يخليك. ثواني بس. فؤاد انور في الفاصل قال انا عندي خبر.